حكايتنا حكايه شخصيات بلادنا اللي شقات طريقها براسها واللي بصمات اسمها في التاريخ. حكايتنا لشخصيات بلادنا برنامج غنكتشفوا فيه خبايا واسرار وتجارب اللي مرات منها ابرز الشخصيات المغربيه، سواء التاريخيه اللي تسلحات بالزعامه والقياده وحتى المعاصره اصحاب الاختراع والاستثمار. حكايتنا اليوم حكايه مقاوم وصفوا الفرنسيس وقالوا بحرف. العدو ديالنا هو اخطر محارب في شمال افريقيا، في طبيعته ما عندوش مع نصارى، شجاع وكيضحي باللي عنده بعائلته وبحياته في سبيل الجهاد ضد المستعمر. كيغبر من بعد ما كيهجم علينا وكيدي لنا السلاح والغنيمه. شكون هو هذا المقاوم؟ شنو هي المعركه اللي خلات الفرنسيس يعترفوا بالقوه وبالشجاعه ديالو في الحرب؟ هذه فرصه نتفكروا تاريخنا ونعرفوا شكون حنا. بلا شك الا هضرنا على المقاومه في المغرب ضد المستعمر ضروري نتفكروا ابطال الاطلس الزلال وبني ملال وتادله اللي دافعوا على بلادهم بكاع داكشي اللي عندهم من اجل الاستقلال البلاد. هنا غادي نتفكروا بطل من ابطال الاطلس اللي وقف في وجه المستعمر من البدايه. 1907 فرنسا صيفطت سفينه حربيه للمرصاد الدار البيضاء، ونهار 5 غشت هجمت على المدينه من البحر بالمدافع، حرقت المدينه، قتلوا الناس، استعمرت الدار البيضاء واستعمرت كاع قبائل الشاويه اللي قاوموا ضد المستعمر لاخر لحظه في حياتهم. ومن ثم الفرنسيس كيدوزوا من قبيله لقبيله، ولكن هذا الشيء غادي يوقفوا مقاوم من الاطلس اللي تجند للجهاد بعد ما سمع اخبار الفرنسيس في الشاويه، زعم حرب ضدهم وهبط من تادله لمدينه في الدار البيضاء باش يوقف في وجه المستعمر ويعاون قبائل الشاويه. وفعلا قدر يحاصر الفرنسيس وحبسهم على الزحف ديالهم للمدن الاخرى لمده 6 شهور. وكان محمد وحمو الزياني ملي سمع الخبر بلي استعمرت الدار البيضاء جا كيجري بالخيل ديالو. ملي وصل لقى مقاوم اخر من الاطلس سبقوا للجهاد، هو محمد سعيد الويراري المعروف بموحى وسعيد من قبيله ايت ويرا في تادله، معروف بالمقاومه ديالو المستمره للمستعمر في المعارك ديال الدار البيضاء والدعم ديالو للقبائل الشاويه ضد الفرنسيس. وهذا الشيء علاش الفرنسيس قررت تستعمر تادله قبل من اي منطقه اخرى، وكلفوا الجنرال اللي سميتو مرجان باش يدخل تادله ويسيطر عليها. هذا الجنرال معروف في تجربته في المواجهات، خصوصا بعد ما ربح معركه سيدي بوعثمان في مراكش. 1913 دخلوا الفرنسيس لتادله باش يستعمروها، ولكن ماشي بهذه السهوله. موحى وسعيد وقبائل تادله بقاو كل مره كيهجموا على الفرنسيس وما خلاهمش يسيطروا على تادله كلها، وبسبب الخساره اللي كيتسبب فيها الفرنسيس في كل هجوم خلاتهم يتبعوا طريق اخرى بعيده على السلاح والحرب باش يقنعوا موحى وسعيد يتنازل لهم، وعرضوا عليه السلطه والفلوس واي حاجه تخليه يتنازل على المقاومه ضد المستعمر. من بعد ما جربوا الفرنسيس كاع الحلول من غير السلاح، قرر الجنرال مرجان يهجم على موحى وسعيد اللي ما بغاش يبيع بلاده ويولي تحت يد الفرنسيس. الجنرال ليوتي اللي عارف بلي المواجهات في الاطلس ما سهلاش، حضر الجنرال مرجان وقال ليه الا كنتي متاكد بلي ضربه واحده بالسلاح تقدر تعطيك نتيجه فانا كنعطيك الاشاره تهجم عليه. وجدوا الفرنسيس لهذه المعركه 5300 عسكري، 14 مدفع و3000 من الخيل والجمال. وخرج الجنرال مرجان من واتزم متجه لتادله ودار معسكر تحت الجبال، ومن ثم غادي يوجد الهجوم اللي غادي يكون نهار 8 يونيو. وصلوا الخبر لموحى وسعيد اللي كاين في اغر من الاعلام اللي قريبه لتادله، وصيفط 4 المقاومين يحطوا عينيهم على الفرنسيس في المعسكر. وصل نهار 8 يونيو خرجوا الفرنسيس مع الوحده الليل ناويين يغفلوا موحى وسعيد. المقاومين اللي كانوا كيراقبوا المنطقه بانوا لهم الفرنسيس شادين الطريق لعندهم، وجاو كيجريو عند موحى وسعيد وبلغوه بلي الفرنسيس جايين. خرج موحى من اغر من الاعلام وخوى القبيله وقصد سيدي بن داود اللي بعيد على اغر من الاعلام بشويه. وصلوا الفرنسيس لاغر من الاعلام مع 4 الصباح وسيطروا عليها بلا قرطاس بلا مدفع. موحى خوى القبيله ووصل لهم بلي المهمه سهله. وصلوا الفرنسيس لسيدي بن داود ولقاو موحى هو والحركات ديالو كيتسناوهم وهجم عليهم، ولكن قدروا الفرنسيس يقهروه بالمدافع. هذه المره موحى رجع للقصيبه ديالو باش يتخباو فيها، لكن بينو وبينكم الفرنسيس هذا الشيء اللي فهموه. اما في الحقيقه موحى وسعيد رجع باش يطبق الخطه الثانيه وتخبى لهم وسط الجنانات اللي فيه طريق مضيقه وبغى يستغلها. وكملوا الفرنسيس طريقهم للقصيبه وباش يدوزوا ليها قدامهم طريق مضيقه وسط الجنانات تقسموا على 3. تبقات فرقه بالقياده بيكار اللي كانوا راكبين على الخيل باش يتاكد ياك ما كاين موحى وسعيد وفرقته القدام، وهما دايزين وسط الجنانات ما كيبان لهم غير الربيع والشجر. بلا ما يعيقوا به موحى عطى الاشاره ديالو من وسط الجنانات وهجموا على الفرقه بيكار بالخناجر والقرطاس من فوق الخيل، وقدروا يقتلوا هذا الاخير وجمعوا المقاومين السلاح والخيل للفرنسيس ورجعوا قبل ما توصل الفرقه الاخرى للفرنسيس. وصل مرجان ولقى لي باقي حيين وعاودوا ليه الواقعه. قرر الجنرال مرجان ما يرجعش وكمل الطريق للقصيبه وكيقتلوا اي واحد لقاوه قدامهم. وصلوا قدام القصيبه وضربوها بالمدافع ورجعوا من نفس الطريق من سيدي بن داود للمعسكر. وهذه المره اتفقوا الفرنسيس ما يرجعوا حتى يحرقوا القصيبه ويلقاو الجثه ديال بيكار، ووعدهم مرجان بالانتقام وعطى العساكريه نهار الراحه اللي هو 9 يونيو. وبغى يستغلوا يصيفط الجثث اللي مجروحين لتادله ويصيفط النص من المدافع والسلاح اللي كان خايف يطيحوا في يد موحى وسعيد واللي معاه اللي كيديو كلشي في المواجهات وما كيخليهم وراهم حتى حاجه. في حين
موحى وسعيد باقي ما غادي يرتاح حتى يشوف الفرنسيس خارجين من تادله، وعنده نظره اخرى لهذا النهار اللي هو 9 يونيو ووجد الحركات ديالو. هذه المره هو اللي قصد الفرنسيس باش يغفلهم قبل ما تطلع الشمس. ملي وصل للجبال اللي دايرين بالفرنسيس هجم عليهم بالقرطاس من فوق الجبال وتسبب الفرنسيس في هلاك كبير مره اخرى، قتلوا منهم 9 وتجرحوا 55. الجنرال مرجان ما بقى عارف شنو يدير، خصوصا بعد ما عرف بلي موحى وسعيد جمع قبائل اي تويره واي تيسري واي تربع على الجهاد ضده، وكيوجد يجمع على المعسكر ويقضي على الفرنسيس بمره. مرجان عطى اوامر العساكريه يطيحوا الخيام ويطفيوا الضوء وقت ما سمعوا اي حاجه من فوق الجبال اللي دايرين بهم. الغد لي 10 يونيو مرجان والقوات ديالو خرجوا قبل ما تطلع الشمس وهزين فوق الخيل والجمال السلاح والقرطاس والماكله، قاصدين القصيبه باش يحرقوها ويقلبوا على الجثه ديال بيكار. تقسموا على 3 فرقه سابقه وفرقه الوسط، واخر فرقه فيها مرجان اللي بقى اللور باش يرد البال لاي غفله من موراهم. ودازوا من اغر من الاعلام لسيدي بن داود من جهه واد زمكيل. مع 4 الصباح وصلت الفرقه الاولى للقصيبه وباش يتفادى مرجان داكشي اللي طرا مع بيكار اللي كان سابق وغفلوه. هاد المره طلب طياره باش تشوف المنطقه شنو فيها. موحى وسعيد علم الناس يخويو القصيبه ويخرجوا قبل ما يوصلوا لفرانسيس، وصيفط فرقه للواد اللي كيدي القصيبه واللي غيدوزوا منه لفرانسيس. ملي طلعت الشمس وصل مرجان قدام الواد اللي كيدي القصيبه واللي خصهم يقطعوه، وهذا الواد كبر من الواد الاول ديال واد زمكيل، ولكن مرجان عنده نظره اخرى كيبان ليه الواد صعيب يدوز منه وكيشكل خطر على العساكريه، وخايفين يخرج لهم موحى وسعيد من اي قنت اللي فاهم التضاريس ديال المنطقه، وبدلوا الطريق ودخلوا من الجهه الاخرى وهما قاصدينها. بداو كيضربوها بالمدافع باش يتفاداو اي هجوم من موحى وسعيد. ملي دخلوا الفرنسيس للقصيبه حرقوها وسرقوا الديود القبيله، اما الجثه بيكار لقاوها محروقه وسط السوق. مرجان عطى امر العساكريه ديالو باش يرجعوا بعد ما لقاو داكشي اللي جايين عليه، وهما راجعين تقسموا. بقات الفرقه الاولى اللي معاها السلاح والغنيمه اللي سرقوا من القصيبه ودازوا من فم تاع غزوت اللي كاينه تحت الجبال، اما الفرقه الثانيه دازوا من فوق الجبال باش يحميوا القافله اللي كاينه لتحت. ولكن هاد الخطط كلها ما كتسوى والو قدام موحى وسعيد اللي قسم فرقته على 3 وكل وحده باش كلفها. ملي شافوا الفرنسيس راجعين خلاوهم حتى بعدوا على القصيبه وهجموا عليهم. الفرقه الاولى هجمات على الفرنسيس اللي فوق الجبل، في حين الفرقه الثانيه هجمات على القافله اللي كاينه في فم تاع غزوت. قدروا ياخذوا منهم كلشي وما خلاو الفرنسيس والو. رجعوا حوايج الناس اللي تسرقوا من القصيبه وخداو لهم السلاح وهربوا الفرنسيس جهه بن داود قاصدين المعسكر ديالهم. ولكن الفرقه الثالثه باش كلفها موحى وسعيد في الوقت اللي الفرنسيس راجعين وكيظنوا بلي المواجهه سالات بعد ما مشى لهم كلشي حتى من الخيل والجمال. موحى وسعيد والفرقه الثالثه باقي ما سالاو، سبقوا الفرنسيس من الجهه الاخرى وتخباو لهم في الغابه بين الشجر. بعد ما وصلوا الفرنسيس ودخلوا مع الغابه بدات المهمه ديال الفرقه الثالثه وهجموا عليهم، وعاونتهم الفرقه الاولى اللي كانت تابعه الفرنسيس في التخبيه وحاصرهم وسط الغابه. في هذه المواجهه بوحده ماتوا 100 من الفرنسيس و140 مجروحين، ومشى لهم السلاح وكاع داكشي اللي عندهم، واللي بقاو حيين هربوا ونجاو المعسكر ديالهم بيديهم خاويين، جمعوا حوايجهم وبدلوا ساعه اخرى. هاد المواجهات بثلاثه اللي دازت في 3 ايام عطات عبره للفرنسيس، فهموا بلي اي ارض واي قبيله في المغرب ما كتشراش وما كتخاطش بالطمع. فهموا منها بلي استعمال المدن الساحليه ما كيعنيش استعمال المغرب كامل، خصهم يتواجهوا مع كاع القبائل في كاع المناطق سواء في الجبال ولا في الساحل. هاد المعركه اللي تسمات معركه القصيبه عندها تاثير كبير في المغرب، خلات المقاومه تزيد تحمس، تزيد تكافح، تزيد تجاهد ضد المستعمر. في هاد المواجهات ثلاثه فقدوا الفرنسيس 320 عسكري وفقدوا السلاح ديالهم قدام المقاومه اللي كتحارب بالشجاعه في سبيل الجهاد. وما نساوش الجنرال ليوطي اللي نصح الجنرال مرجان وحذروا من الهجوم على الاطلس حيتاش كان عارف القوه والشجاعه في هذه المناطق. ليوطي بعد ما وصلت اخبار الخساره صيفط المرجان الاستقاله ديالو وعفاه من خدمته بمره وصيفته لباريس. اما الجنرال مرجان كيقول بلي هذه هي اصعب مواجهه لهم في المغرب فوق اصعب ارض بين الجبال ضد اخطر عدو اللي هو القائد موحى وسعيد الويراني اللي تسبب في الاستقاله ديالو. هذه حكايه القائد موحى وسعيد بالشجاعه والخطط في كل مواجهه كيخلي المستعمر على الضص هربان بلا سلاح بلا غنيمه.